عمرك كنت بتتفرج على محتوى لحد بلوجر او انفلونسر مصري او عربي ولقيته عمال يزنق كده كل شويه كلام انجليزي في وسط الكلام العربي، ونزلت تحت في التعليقات لقيت الناس عماله تقول له يا عم انت واحد عربي وبتقدم محتوى للعرب ليه بتتكلم بانجليزي؟ يا ترى بيكون رايك ايه؟ مش هو ده اللي كل الناس دايما بتقوله في غالب الاحوال اللي زي كده؟ انا بصراحه اقول لك رايي مغاير جدا. انا عارف ان هو ممكن يكون مختلف بس هقول لك ليه. انا شايف بصراحه ان الكلام ده مش صح. ليه؟ انت اصلا مطالب، احنا عايزين نوصل لمرحله ان احنا نذاكر كل حاجه اصلا بمحتوى كامل انجليزي. يعني احنا مطالبين ان احنا نوصل لمرحله ان انا اسمع اوديو او فيديو كامل بالانجليزي واقدر افهم اللي بيتقال ايه. فلما يكون واحد احنا عارفين كويس ان هو بنسبه كبيره جدا مش بيتنطط، هو في كلمات هو اتعلمها كده اصلا بالانجليزي ومش بيتكلم بناء على ان هو مش معتز بلغته او حاجه زي كده خالص، هو في كلمات كتير بالانجليزي غصب عننا ممكن نكون اتعودناها بالانجليزي. انا عايز اقول لك انت ممكن تكلم ناس كبيره، ممكن تكلم جدك تقول له بريد الكتروني ما يفهمش، لكن تقول له ايميل يفهم. هو اتعودنا عليها كده. مش هي دي النقطه خالص. النقطه ان انا بشوف ان انت ما ينفعش يبقى هو ده حظك من ان انت تتفرج على فيديو واحد حاطط انجليزي في وسط العربي، وانا لازم يعني اروح ادور على كل كلمه وانا بتفرج على محتوى ريل عشان افهم انت بتقول ايه. هو المفروض انا عارف ان يعني هي دي عكس الكلام خالص، وان احنا نطلع نقول يا جماعه اعتزوا بلغتنا. ايه علاقه الاعتزاز باللغه بحاجه زي كده؟ يعني مش بقول لك ان انت ما تعتز بلغتك، ويمكن الناس عارفه كويس جدا ان انا اصلا ضد تعليم اللغه للاطفال عشان دي. وانا بقول اهو انا ضد تعليم اللغه للاطفال عشان ما يطلعش ناس ما بتعرفش اصلا تتكلم عربي. لكن لما يكون حد بيتكلم في بيزنس، لما يكون حد اصلا المفروض ان انت شخص المفروض تتفرج على محتوى كامل، واحد بيتكلم عن انجليزي من اول محتوى لاخره نيتيف وتفهمه، ويوصل لمرحله ان انت مش عاجبك الراجل العربي او المصري اللي هو عامل فيديو ده بيحط كلام انجليزي عشان انت فعلا مش فاهم، فانت لا المفروض تتعلم. انا عايز استغل النقطه دي. انا كنت مشاهد فيديو لواحده من نفس الفكر ده اللي هي واضح جدا من كلامها بتتكلم في البيزنس وعماله تقول مصطلحات كتير ومدخله الكلام العربي في انجليزي وعندها فلوينسي حتى في العربي، سبحان الله، يعني عندها طلاقه حتى في العربي ودخل عربي في انجليزي بسرعه، بتتكلم في البيزنس وبتحاول انها تفيد الناس حاجات ليها علاقه بالتقديم في الشغل. بصراحه الامانه الفيديو ده بالذات اللي انا بكلمكم عليه كان في مثلا عليه مئات التعليقات، انا ما لقيتش الا مثلا تعليق او اتنين بيتكلم في كده اللي هو مش عاجبهم ان هي بتتكلم انجليزي. معظم الناس يا اما بتتكلم معاها في الموضوع يا اما بتتناقش في حاجه ثانيه خالص يا اما بتشيد بيها. اللي انا عايز اوصله ان انا عارف ان انا كده بعوم ضد التيار، المفروض ان انا اطلع اقول زي ما الناس كلها بتقول اهاجم زي ما الناس كلها بتهاجم، ما تتكلمش انجليزي في وسط. المساله اللي احنا بنتكلم فيها ملهاش علاقه بانجليزي في وسط العربي ولا لا، ملهاش علاقه بكده، ليها علاقه ان احنا فعلا عندنا قصور في الانجليزي، ان احنا عندنا مشكله ان احنا نسمع حد بيتكلم انجليزي في كلمات انا مش فاهمها او مش عارفها خالص ومحتاج اكون عارفها، هي دي المشكله، او في كلمات انا عارفها بس مش عارف لما بتتنطق بتبقى ازاي. من ضمن الحاجات اللي احنا بنتعلمها لما تيجي الكورس ان انت تسمع ليسننج لواحد بيتكلم دقيقه او دقيقتين تفهم كل كلمه بالحرف. ده الاسلوب بتاعنا في الليسننج، مش ان انا اقول لك فهمت ايه او بيتكلم عن ايه، لا لا لا، انا بخليك تكتب كل كلمه وكل حرف اوصلك لده. هدفي ده لما تلاقي فيديو كده رجاء ما يكونش حظك منه انك تقعد تتريق عليه، او اقول لك على حاجه اهم اتريق عليه. خلاص بعد ما اتريقت عليه بقى اكتشفت ان في كلمات هو بيقولها انا مش عارفها، اتعلمها. استغل ده. يا جماعه احنا النهارده بنتفرج على التلفزيون، بنشتغل او ما عادش في تلفزيون، بنتفرج على النت، بنشتغل، بنسافر، بنروح ونيجي، بنتواصل، تلاقي نفسك محتاج انجليزي. ما يكونش حظك من ان واحد بيتكلم انجليزي في وسط العربي ان انت تقعد تتريق عليه وتضحك كده وخلاص. ارجوك اتعلم انجليزي. وطبعا لو حابب تتعلم انجليزي عندنا محاضره مجانيه، طبعا مش فوت فرصه زي دي بعد كل ده وما سواش الكورس بتاعي. عندنا محاضره مجانيه تقدر تعرف من خلالها، محاضره مجانيه تماما حوالي ساعتين، تقدر تعرف من خلالها هل الكورس بتاعنا فعلا هيفيدك ان انت تتعلم تكوين الجمل ولا لا. تقدر تحصل عليها عن طريق ان انت تتواصل معانا على الواتس اللي موجود تحت الفيديو ده. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.